الشاعر السجال أحمد عزيزي مؤلف ديوان هم الدنيا من مدينة بركان، مؤلف ديوان هم الدنيا. والديوان الثاني إن شاء الله سميتو حكاية المرة في الطريق الإنجاز إن شاء الله. نقدم لكم هذه القصيدة هذه نقول فكاهية إن شاء الله. حكاية امرأة وراجل تزوجوا عام وشهرين تصفوا في المحكمة، يعني غير عام وشهرين تصفوا في المحكمة، وداروا حوار ما بين الراجل والمرأة، والقاضي قالوا وما قالوا. ونبداو. يا القاضي ظالمني هذا الراجل، العراء والجوع ويضربني في الباطل، ما فيه لحية قليل الآصل يفرج فيا سكان الحومة. العراء والضنط وزايد همو، والهم الكبير خواتاته وامو، جيران والرجال كلهم يخدموا، وهو مقابلني كيلف على المسمومة. يا القاضي راني في حصلة، لا سم في الدار لا عسلة، غدايا يا سيدي الخبز والبصلة، وعشايا الكابويا واللفت والمسرومة. والليل والنهار زعفو يكثر، وزايد الليل في ودني يشفر، بحال 5 كباش ديال نبات فايقة بنعاسي محرومة. هو خفيف يسبقني ينعس، وانا يا القاضي نبات نعسس، نطلب له عملية بالموس ومقس، ويسكت شخيرو الخارج بالحلقومة. الشيح وقلبه فيه السم، يشوف بزقة يقول درهم، مشكاك يفتش على مسقط الدم، ويقول يا ويلي بزقة مرسومة. في داره لكم ولا تحميرة، والدار خاوية غير حصيرة، وشرا التليفون بالفيديو والكاميرا، فرحان وانا بزعاف ومشمومة. هو ياكل في الحانوت كاسكروت، الباقيت فيه الكاشير والحوت، ويجيني ريش تحتي المرصة يا الخوت، ويلعبها زعفان ويجيب اللومة. يا القاضي حتى في عيد الأضحى اشرا عندي قليل الصحة، أعظام وتحسبهم بسبب القرحة، وعين محلولة وعين مردومة. إلا شافه الذيب يا رب يحسبه سلوقي ولا كلب، كي بعد يحمد الخالق الرب ويقول مازال عظامي ملمومة. بحال الجن لونه كحل، مرة يتمشى مرة يفشل، ويمكن فيه مرض السل، وحرام نضيع فيه الزيت والثومة. وهنا تكلم راجلها وقال كان اشتج، وشبه مراتها برتيلة تنسج، وقال للقاضي ما حناش في الحج، راها تكذب ولعبها مظلومة. تزوجت بيا هادي عامين، سميتي عمر وتلغالي الزين، وقالت تاكل معايا الطين وتحبني وبزيني مغرومة. ونهار تتعدى المزيود، رجع حبنا حب القرود، تزعف وتقول لي جيني قود، وزاد تشكت ليكم انتوما. وسكتهم القاضي وقال يا المراه رجعي وجربي هاد المرة، وإلا عاود نطلقوك بالعشرة، وتربحي الصداق وما تبقى لومة. وسكتهم القاضي وقال يا المراه رجعي وجربي هاد المرة، وإلا عاود نطلقوك بالعشرة، وتربحي الصداق وما تبقى لومة. وردت المراه يا القاضي يا خويا، واش نرجع للفت والكابويا، فشلني وليت كي الدادويا نتاع جارتي الحاجة طوبة. وزايد اللي فارق البرصة، وإلا تكلمت يدعي لي بالدرسة، ويقول لي نعسي هذيك النمسة، وكيسجلوا ويه يعوق بحال البومة. يا القاضي والله عنده ما نرجع، حتى يولي راجل سبع، ويجي عند رجلي يركع، وشرطي قيمتي تطلع في السومة. وهنا القاضي أجل شهرين باش يفكروا هما الاثنين، يمكن الراجل يرجع حنين، وهي يمكن بالزواج بتخومة. وبالفعل رجعوا في الميعاد للمحكمة، مقلقين كي يلبازوا الحمامة، وقالوا للقاضي نعترفوا بالندامة، وراحنا ناويين نرجعوا اليوم. وزعف القاضي وشاف الدروسي، وحكم على الراجل والروسي، وقال بزعافكم نغزز دروسي، خرجوا راكم درتوا الشومة. رفعت الجلسة. إخواني، كان القصيدة الثانية إن شاء الله، حتى هي نقولوا فكاهية، وإن شاء الله نتمنى تكون فكاهية. هذه حكاية شاب استلف الفلوس من الأمانة، وكرر له طول 40,000 ولا كذا، يعني وقعت كمل الفلوس
وصح في المحكمة قدام القاضي، حتى هذه قدام القاضي. أزعف القاضي وكلم الشاب، قال ليه فين فلوس الأمانة؟ مليون شتبوه ليك شتاب، يا تخلص يا جمحة الخيانة. أعطتهم شاك خاوية الكذاب وقلت المال تفتح به اللبانة، جاوب واحكي لينا الأسباب وإلا كذبت في الحبس الصيانة. والشاب قال القضاة يا الشباب، أسبابي خمرية بالجلابة والفورانة، حبيتها بالقلب وكتاب المكتاب وبغيت نبين جيوبي مليانة. حبها عوجني والقلب طاب والناس حرم عليا سيمانة، وبقيت ندبحها من باب الباب، زنقة دار كالديوانة. حبها عوجني والقلب طاب والناس حرم عليا سيمانة، وبديت ندبحها من باب الباب، زنقة دار كالديوانة. كل يوم وراها في الذهاب وهي تتمشى خفيفة وزعفانة، ونستنى ونعاود نتبعها في الايام ونقول استناي راها رجلي عيانة. وجاوبتني سير بعدي يا الغراب، وصيد بومانية نعسانة، انا غزالة نكره المشي في الضباب، وطريق الضباب ساكنها شيطانة. وهنا كريت اللوط وزاد الخراب، وكانت كيا نقية مزيانة، وركبت وحسيت بالعجب العجاب، الكاسيط والكليمازين الزيانة. وبديت بالسرعة قدام الأصحاب والفلان بلوك والكرجيعانة، نقلد فيلم هندي في البنجاب والبطالي قاتل على حبيب الدهب الدانة. يا القاضي أنا دخلت في القرار والفلوس كملتها وتفرقعت الرمانة، ودرك راني نشد الباب وصلت أنا ومثالي ما ينسانا، حتى الوالد ظنه فيا خاف بالفقد غنى موال داني دانا. قال يا ولدي بهمك راسي شاب، كريت اللوطو على حساب عشانة، والديك عايشة للفقر والعذاب وانت تقلد بنات لالا منانا. يا ولدي تبعت طريق الذئاب، ابعدني ودرب وجهك من الآلة. وطردني يا القاضي وبلع الباب، وعندها الحق في قصته انا قصتي تعمر كتاب ونتمنى حكامي تحت سنة. انا خدمت خدمة النصاب، كريت اللوطو باش تعشق لي فنانة، انا فعالي تحطم الاعصاب، شريت الخاتم ورجلي حفيانة. وندمت حتى تهرسوا لي الجناب وقلت عفو عليا يا الخالق مولانا، انا ومثالي كي نطيحوا الانياب عاد تشلى الحريرة بغدانة. والضرطة المسوسة ادواها الكلاب، وبنادم العاصي ادواه الديانة، والكلاب عوج ما يستاهل الجواب، والجيعان ياكل الخبز باش يبانانا. يا صحابي الى فولكم طياب، الحمد لله لا تقلدوني انا.